السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد في ريفيو وسام. كالعادة متأخرين جدا في الفيديوهات، بس معلش الفترة الجاية إن شاء الله نحاول نحل المشكلة دي ونحاول ما نقطعش الفترة طويلة كده. للناس اللي متابعة القناة، فاحنا آخر فيديو نزلناه كنا بنتكلم فيه عن قائمة عن جهاز العروسة بالأعداد. هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف تحت وفي أول كومنت تحت الفيديو. وقلت لكم وقتها ان احنا هنعمل فيديو بعد كده نتكلم فيه عن كل بند من بنود الجهاز العروسة ده، وناخد بالنا من ايه واحنا بنشتريه وايه هي افضل الماركات وهكذا. فهنبدأ النهاردة إن شاء الله بأول حاجة فيهم، وهنتكلم فيه عن نصايح في شراء الملايات. ملخصنا لفيديو النهاردة هيكون في 3 نقط. أول حاجة هنتكلم عن إيه الحاجات اللي ناخد بالنا منها وإحنا رايحين نشتري الملايات. 2، إيه أعداد الملايات المناسبة سواء لأوضة النوم أو لأوضة الأطفال. وتالت وآخر نقطة هي إيه هي أفضل الأنواع أو أفضل الماركات في الملايات. خلونا نبدأ على طول بأول نقطة، وهي إيه الحاجات اللي ناخد بالنا منها وإحنا رايحين نشتري الملايات. 1، اتأكدي ان الملايات اللي انت هتشتريها هتكون قطن 100%. اهم حاجة في الملايات والاهم من الشكل واهم من اي حاجة هي الخامة بتاعة الملاية. الملايات القطن عملية جدا، مريحة جدا في الاستخدام، ما بتحررش، ما بتعملش حساسية، وكمان بتثبت على السرير. بعكس الملايات اللي فيها بولي استر، بتكون دايما بتحرر وبتزحلق على السرير وبتعمل حساسية، فمش كويسة خالص. فنحاول واحنا بنشتري الملايات ان احنا نتأكد من قماشة الملاية هل هي قطن 100% ولا لا. 2، اهتمي جدا في الملايات ان انت تجيبي الحاجه العمليه اهم كتير جدا من الشكل. مش معنى كلامي ان احنا نروح نجيب ملايات شكلها وحش، لا، هنجيب حاجه شكلها حلو بس في نفس الوقت تكون عمليه جدا في الاستخدام. بعكس ان احنا نجيب حاجه تكون شكلها حلو قوي بس مش هتكون عمليه ومش هتنفعنا خالص في الاستخدام. وده هوضحه لكم في النقطه اللي بعد كده. 3، خدي بالك كويس من المقاس بتاع الملايه. اظن دلوقتي كل الناس بتجيب المراتب الجاهزه، محدش بقى بيعمل المراتب القطن. فالمراتب الجاهزه دي بتحتاج ملايات تكون كبيره، يكون مقاسها كبير ويكون عريضة وطويلة وهكذا عشان تغطي المرتبة بالكامل، بدل ما يبقى شكلها مش حلو ان في جنب من جوانب المرتبة باين او في حتة مش يعني الملاية مش مكفياه. طيب نعرف مقاس الملاية منين؟ دايما اي ملاية هتلاقي عليها ورقة كده او عليها تيكت كبير بيكون مكتوب عليها المقاس بتاع الملاية بتاعك كام. طيب نجيب مقاس ايه؟ يفضل لو هنعرف نجيب مثلا 240 في 280 او 260 في 280 او 240 في 260، منقلش عن كده. الملايات اللي اقل من كده هتبقى مش مغطية المرتبة كلها. 4، خلاص اخترنا ملاية مقاسها كبير. تمام، الحاجة اللي بعد كده بقى ان احنا نفتح الكيس او نفتح العلبة بتاعت الملاية دي ونشوف الاكياس بتاعت المخدات والخدوديات اللي فيها. بعض الماركات بتكون شيك جدا وعملية جدا، ولكن الاكياس بتاعت الخدوديات غالبا بيكون فيها مشكلة، تكون صغيرة مش مكفية الخدودية كلها وبالتالي ما بنستخدمهاش، فيبقى شكل الملاية حلو قوي وبعدين نبوظها بان احنا نحط كيس خدودية تاني. فدي برضو حاجة ناخد بالنا منها ونحطها في عين الاعتبار. 5، وانت بتجيبي الملايات حاولي تنوعي بين السادة وبين المشجر. الكلام ده بالاخص في اوضه الاطفال، لان دايما الملايات الساده بيبان فيها اي لمسه او اي حاجه بتعمل فيها علامه فتبان ان هي متوسخه ويبان شكلها مش حلو. اما الملايات المشجره فبتستحمل شويه الاستخدام، وزي ما قلت لكم ده بالذات في اوضه الاطفال. 6، حاولي كمان تنوعي في الوان الملايات وحاولي تقللي من الغوامق. والنصيحه دي بقى خديها مني عن تجربه. وانا بشتري الجهاز بتاعي كنت دايما بحب الالوان الغامقه. انا عموما شخص بيميل شويه للالوان الغامقه. وانا بشتري الجهاز بتاعي كان دايما اروح اجيب حاجات لونها غامق غامق غامق، وكان الكل بينصحني بلاش غوامق، العروسه دايما بتجيب فواتح والفواتح احسن وشكلها مبهج اكتر وكده. ولكن انا ما اتعلمتش فعلا من النصيحه دي غير بعد التجربه بقى، وبعد ما اتجوزت عرفت ان فعلا الالوان الفاتحه كانت هتبقى افضل بكتير جدا من الالوان الغامقه. ليه بقى الغوامق نقلل منها؟ اولا هي بتنزل لون مع الغسيل، فهتضطري عشان تغسلي الملايه دي هتضطري تغسليها لوحدها عشان ما تبوظش بقيه الغسيل. الحاجه التانية بتبهت مع الوقت، كتر الغسيل وكتر النشر في الشمس وهكذا تحس ان اللون بتاعها بدأ يروح حتى لو الماركة بتاعتها كويسة. تالت واهم حاجة كمان ان هي بتدي ايحاء بان المكان ضيق، ما بتوسعش المكان كده زي الالوان الفاتحة، لا بتدي ايحاء بان المكان ضيق. فيعني لو حد بيحب زي الالوان الغوامق يحاول في موضوع الملايات ان هو يقلل على قدر الامكان من الغوامق ويكتر اكتر في الفواتح. 7، وانتي بتشتري الملايات في بعض الملايات بيكون عليها ستان وجوبير وحاجات زي كده. الحاجات دي كلها شكلها حلو، بس حاولي تشتري الانواع اللي ما فيهاش الشغل ده كله على المخدات ولا على المكان اللي بننام فيه في السرير، يعني في الجزء بتاع الملاية الحته اللي احنا هننام عليها، ولا في المخدات ولا في الخدوديات. الحاجات دي بتبقى مش عمليه، بتشوك وبتعمل حساسيه وبتحرر، ما بتكونش حلوه خالص في الاستخدام. فما فيش مشكله ان الطرف بتاع الملاية من تحت يكون عليه الشغل ده، انما المكان اللي انا هنام عليه على الملاية لا، المخده والخدوديه كمان لا. 8، لو هتشتري ملايات فيها شغل مثلا فيها خرز او فيها تطريز وهكذا، فحاولي تبعدي عن موضوع الخرز ده وخليكي في التطريز افضل. الخرز مش عملي، مع كام غسله هتلاقي الحاجات دي كلها وقعت. اما الحاجات اللي بتكون متطرزه فعمليه جدا، تستخدمي وتغسلي براحتك قوي مش هيجرى لها اي حاجه. النقطه التانية في فيديو النهارده هي ايه هي الاعداد المناسبه بالنسبه لموضوع الملايات او المفارش بتاعه السرير.
هرجع افكركم تاني عشان ما يحصلش خلاف على الجزء ده، ان الموضوع هنا نسبي. انا هقول لكم وجهة نظري وكل واحد يجيب الاعداد المناسبة بالنسبة له. بالنسبة لأوضة النوم فكفاية جدا من 8 ل 10 أطقم ملايات، مش شايفة ان احنا هنحتاج اكتر من كده ابدا. اما بالنسبة لو هيكون في أوضة اطفال فكفاية جدا من 5 ل 6 أطقم ملايات، ويا ريت نجيبهم كلهم منقوشين لان الملايات السادة مش عملية خالص في أوضة الأطفال. النقطة الثالثة والأخيرة في فيديو النهاردة هي ايه هي أفضل أنواع الملايات. بالنسبة لموضوع أفضل الماركات فهنا هنلاقي ماركات لا حصر لها كويسة جدا في موضوع الملايات أو مفارش السرير، ولكن أنا هذكر لكم يعني بعضها مش كلها طبعا، واحنا عندنا مقياسين هنحدد على أساسهم الملاية دي كويسة ولا مش كويسة. أول حاجة الخامة بتاعتها قطن ولا لأ، نسبة القطن فيها قد ايه. تاني حاجة وهي مقاس الملاية، هل المقاس بتاعها كبير وكويس هيغطي السرير كله ولا لأ. دول أهم مقياسين. موضوع بقى الشكل وكده ده يرجع لكل واحد حسب ذوقه، هو شكله الشكل اللي هو عايزه ايه. وطبعا الحاجات بقى اللي احنا اتفقنا عليها موضوع التطريز والستاين والحاجات دي ان هي تكون من تحت، دي برضو حاجات متفق عليها في كل حاجه. فاهم حاجتين هناخد بالنا منهم واحنا بنشتري، ودي اللي بتفرق شركه عن شركه، هي مقاس الملايه ونسبه القطن في الملايه. طيب ايه هي افضل الانواع؟ عندنا نوع اسمه التاج، العز، امبريال، الجوهره، سلمى، وايت جولد، كوت لاين، المأمون، العبد، وفي ماركة كمان اسمها بيت المطرزات. اكتر حاجة بتميزهم ان الشغل بتاعهم بيكون تطريز، وان كمان مقاسات الملايات بتاعتهم غالبا بتكون كبيرة، بتكون اغلبها 280 في 260. فدي اكتر حاجة بتميزهم يعني. وزي ما قلت لكم هتلاقوا في انواع كتير جدا تانية كويسة، يعني مش اللي انا قلتهم دول بس اللي كويسين، لا هتلاقي كتير قوي كويسين. اهم حاجة ناخد بالنا من نسبة القطن فيها وكمان من مقاس الملاية. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة. يا رب الفيديو يكون افادكم ويكون عجبكم ويكون رد على استفساراتكم. لو عندكم اي اسئله تانية اكتبوها لي في الكومنتات وهحاول ارد عليكم ان شاء الله. كمان حاولوا تقولوا لي عايزين الفيديو الجاي عن ايه. وكالعاده ما تنسوش تقولوا لي اذا كان فيديو النهارده عجبكم ولا لا. فلو عجبكم اعملوا لي لايك وقولوا لي في كومنت عجبك ليه، ولو ما عجبكيش اعملي لي ديسلايك وقولوا لي في كومنت ما عجبكيش ليه، عشان ناخد بالنا من الاخطاء دي ونتفاداها في الفيديوهات الجايه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. كنتم في ريفيو سام، والسلام عليكم.